ازيكم يا جماعه؟ هلعب معاكم لعبه. انا هقول مشهد وانتوا تتوقعوا اللي هيحصل بعدها. دلوقتي بنت ماشيه في الشارع، كانت ماسكه حاجه في ايديها في ممر او في شارع كده، الحاجه دي وقعت على الارض. يا ترى ايه اللي هيحصل بالظبط؟ دلوقتي في واحد هيجي يوطي يجيب لها الحاجه دي من على الارض ويديها لها، وهو بيديها لها هيحصل بينهم اي كونتاكت، هيتولد عنه قصه حب. طيب المشهد اللي بعده، بنت لابسه نظاره وتقويم، مفيش ولا ولد بيحبها ولا بيبص لها، هتقلع النظاره والتقويم. كمل. برافو عليك. دلوقتي البنت دي كل الولاد هتعجب بيها، هينبهروا بجمالها وهيحبوها. خلاص خلصنا اللعبه، نخش في الجد بقى. لحد امتى بقى يا جماعه هنفضل نستمد معلوماتنا عن الحب والعلاقات من افلام الروم كوم؟ لحد امتى هتفضلي مستنيه حبيبك يرجع لك زي ما احمد عز رجع لليلى علوي في فيلم حب البنات؟ تعرف ان كتر الفرجه على افلام الروم كوم ممكن تغير منظورك واعتقادك عن علاقات الحب والارتباط؟ ممكن تخليك عايش في عالم موازي رومانسي غير حقيقي بعيد جدا عن الواقع. خلي بالك، احذر. Cannot accept this very generous reward. يلين على ابوه غلط. بتقولي بتحكي حكايه، انا بحكيها لك مصوره، انت بتسلم للبال. I am the danger. I did not kill Joffrey, but I wish that I had. صديق الزبد، ازيك؟ مش كفاياك فرجه بقى على افلام روم كوم؟ هيجيلك تخلف والله كده. انا بهزر. انبسط وفرفش وشوف افلام روم كوم براحتك، بس وانت مركز. انت عارف ان وفقا لبحث نفسي واجتماعي مكتوب اسمه على الشاشه، لقوا ان 90% من الناس اللي بتتفرج على افلام الروم كوم بيتفرجوا عليها عشان يستمدوا معلومات عن العلاقات والحب. بص، في طريقتين الواحد بيتفرج بيهم على افلام الرومانس والروم كوم. الطريقه الاولى هي ان الواحد اصلا داخل الفيلم عشان يستمد منه معلومات عن العلاقات وعن الحب، على اساس تفيده بعد كده في علاقته الحاليه او في علاقته المستقبليه، عقبال عندكم كلكم ان شاء الله. والطريقه الثانيه هي ان المشاهد بيتفرج على افلام الروم كوم بطريقه غزيره جدا، لدرجه ان الواقع بتاعه بيندمج ويختلط عليه مع الواقع بتاع افلام الروم كوم، وكل ده من غير ما يكون حاسس. الطريقه الاولى اسمها سوشيال كوجنيتيف ثيوري، والطريقه الثانيه اسمها كالتيفيشن ثيوري. وللاسف اسلوبين الفرجه ليهم اثر سلبي على المشاهد. دلوقتي انت لو بتستخدم الطريقه الاولى، بتتفرج على افلام الروم كوم عشان تستمد منها معلومات عن الحب والعلاقات، فانت بيبدا يتكون في مخك تمبلت او اسطمبه كده عن طريقه التعامل في المشاكل مثلا في العلاقات، او ازاي اتصرف في الحاله دي. يعني هديكم مثال صغير. مثلا المتحكم الفتره دي في الافلام كلها، مش بس افلام الروم كوم، هي الرأسمالية، وده اتكلمنا عنه في حلقه تطور افلام الروم كوم اللي هتطلع فوق هنا، ممكن تشوفوها. الرأسمالية بتبدا تفرض على البطل بتاع الفيلم، لو هو ولد حبيب، بيكون قوي البدن او فت كده، وبيلبس شيك دايما، عنده عربيه حلوه، بيته كويس، غني نوعا ما. مش كل الافلام بس معظمها، وده طبعا مكسب للرأسمالية. في باحثين بيقولوا ان ده بيخليك كمشاهد متفرج على افلام الروم كوم عايز تبقى زي النموذج ده، حابب ان انت تبقى زيه وتوصل ليه. ولكن في باحثين تانيين شايفين ان ده صوره مثاليه زياده قوي عن اللزوم عن ان احنا نوصل لها، ده بعيد عن الواقع وبيعسف المشاهد، اكيد مش هيوصل للمنظر ده. ولو انت اتبعت الاسلوب التاني في الفرجه واندمج معاك واقع افلام الروم كوم بواقعك انت، هتلاقيك بتبدا تستخدم نفس اساليب الروم كوم، وبتدور على قصص حب زي اللي حصلت في الفيلم اللي انت لسه شايفه من شويه. هتبقى بتدور على انك تقابل بنت تحبها من اول نظره وتعجب بيها، وهي كمان هتعجب بيك في نفس الوقت. هتحصل بينكم مشكله فهتخسرها او تخسرك، وبعدين المشكله دي هتتحل عادي جدا وترجعوا لبعض، ومن هنا تعيشوا حياه ابديه. المعادله دي، وهي المعادله المعروفه لمعظم الافلام الروم كوم، بتحسسك ان انت العلاقات كلها رومانسيه وحب بس، ما فيهاش اي مشاكل، ولو حصل فيها مشكله هنتخطاها ونوصل بعدها للحياه الابديه السعيده. حتى لو كانت العقبه دي خيانه او حاجه لا تغتفر، بننساها عادي. في افلام الروم كوم بننسى الحاجات دي وبنخش على طول في علاقه الحب الابديه التي لا يعكرها اي شيء. هل بقى انت هتعرف تبقى زي الروم كوم؟ جربت يحصل معاك خداع او خيانه وبعدين تغفرها وتكمل العلاقه للاخر؟ الله اعلم. في بقى مجموعه حاجات كده كليشيه قوي في الروم كوم وبتجزع من كتر ما هي مكرره في الافلام دي. في افلام الروم كوم بنصدقها وبنبلعها، بس في الحقيقه لو جيت تطبقها هتقول ايه العبط ده. زي مثلا فكره الحب من اول نظره، هتشوف حد وهو كمان هيشوفك، هتعجبوا ببعض، ايه هي يا جماعه يلا بينا نتجوز، ايه الهبل ده، ايه العبط. او ان بطلين الفيلم كانوا ماشيين وخبطوا في بعض كتف في كتف او وقعوا على بعض في شكل محرج، فمن هنا بتبدا علاقه الحب اللي بنبني عليها. طبعا كلها بدايات كليشيه جدا. ولازم بقى يا جماعه تبقى علاقه الحب بادئه بان اتنين اصلا قارشين ملحة بعض، ما كانوش بيحبوا بعض اصلا من البدايه، بيغلسوا على بعض، وفجاه هذه العداوه تتحول الى حب. معروفه في الروم كوم اساسيات. وبقى يا سلام لو ولد عجبته بنت في افلام الروم كوم وبدا يطاردها
وبدا يمشي وراها وبدا يلح على فكره ان هو يوعدها ويدخل معاها في علاقه. في الروم كوم ده عادي، انت بتشوفيه وبتبقي مبسوطه بيه وحاسه ان يا ريت ده يحصل معايا وايه الرومانسيه اللذيذه دي. انما ده لو حصل معاكي على الحقيقه انا متاكد ان انت هتطلبي البوليس وهتعتبريه متحرش. فمنين بنقبل ده في الافلام ومش بنقبله في الحقيقه؟ طبعا في هو هنا بقى ايه دخول الواقع مع افلام الروم كوم صدمه. في بقى شخصيه يا جماعه في افلام الروم كوم لازم بتبقى موجوده غالبا، يعني بتبقى شخصيه طيبه، ولد او بنت، غلبان قوي كده ومحترم في ذاته وبيساعد كل الناس، ولكن بطل او بطله المسلسل مش شايفاه، مش في السكانر بتاعها في علاقات الحب. هي دايما بتختار الشخصيات الزباله، الشخصيات الخاينه تحبها، والشخص اللي جنبها على طول ده هو لا يمكن يكون هو صاحبي اخويا. وبعدين في اخر الفيلم ايه ده، انت موجود، انا ممكن احبك، انت شكلك انسان يستحق ان انا ابادله المشاعر. وبتحصل بقى بينهم علاقه الحب في الاخر وبتاع. سؤال تاني بجد يا جماعه، ليه لازم نبوس بعض تحت الشتاء واحنا عندنا بيوت تلمنا؟ او ليه لازم يجي لنا التهاب في الرئه عشان نعبر لبعض عن الحب؟ يعني ما نخش البيت عادي. So I can kiss you anytime I want. وفي افلام الروم كوم بقى ما تفهمش، لازم الشخصيه عشان تتطور وتمر بتطور في شخصيتها كده لازم يكون حبيبها خانها او جوزها خانها، ومن هنا نبدا بقى التطور، نبدا التحسين. الخيانه تعني تطور في الشخصيه الثانيه اللي اتخانت، معروف. من المبادئ الأساسية في أفلام الروم كوم هو مبدأ إن الحب بيغلب أي شيء. لو أنت حبيت شخص وأعجبت بيه، أي مشكلة تانية هتقدر تتخطاها، هتقدر تتجاوزها عادي جدا. زي مثلا فيلم ماي بيج فات جريك ويدنج. في الفيلم ده الكابل كان بيواجه العديد من المشاكل الثقافية والعائلية والاجتماعية، ولكن الاتنين أصروا إن هم يكملوا مع بعض ويتجوزوا وتحصل النهاية السعيدة اللي احنا عارفينها. طبعا ممكن يبقى في حالات يحصل فيها إن الحب يغلب أي شيء، ولكن الموضوع ده نسبي جدا. في أفلام الروم كوم الحب بيغلب أي شيء، ولكن في الحقيقة في عوامل تانية كتير بتتحكم في العلاقات غير الحب، عوامل معتمدة على العقل وعلى حاجات تانية كتير بتتحكم في مصير هذه العلاقة. مجموعة من الباحثين عملوا دراسة على 40 فيلم روم كوم، شافوهم كلهم وقسموهم ل 3470 مشهد. كل مجموعة مشاهد فيهم صنفوها تحت نوع معين، واكتر نوع مشاهد لقوه مكرر ضمن المشاهد دي هو مشاهد البوس. يعني هيكون ايه؟ ما اكيد افلام روم كوم لازم. اللي ورد تقريبا 10% من مجموع المشاهد. وبالنسبة لمشاهد التعبير عن الاعجاب فكان معظمها تعبير باللمس او تعبير جسد، يعني مثلا مسك الايد، الاحضان، البوس. وبعدين عدوا المشاهد اللي ورد فيها نشاط او تلامس جنسي، وكانت المشاهد دي اكتر من دبل مرات من المشاهد اللي فيها تلامس غير جنسي. طبعا بالنسبه لبره لمس الايد والاحضان والبوس ساعات مش بيعتبروهم تلامس جنسي، وجب التنويه. يعني انطباعي عن الارقام دي هي ان الافلام الروم كوم بتعكس نوعا ما ثقافه امريكا في فكره ان هم بيعبروا عن اعجابهم باللمس بشكل مباح جدا، والثقافه الغربيه بشكل عام. كمان ده بيبين لنا قد ايه في افلام الروم كوم او في الثقافه الامريكيه ان الاعجاب الجسدي او جسم البنت او الولد شكله عامل ازاي ده عنصر اساسي جدا في الانجذاب وبدايه العلاقه اصلا. في الروم كوم اظهار الاعجاب بيحصل في اماكن عامه عادي جدا وبشكل عشوائي غريب، وده المشكله ان هو بيحسسك كمتفرج ان انت مش هتحس بالسعاده غير لما يعني تكون بتحب بالطريقه دي، ان انت بتنفذ اللي هم بيعملوه، ولكن غير كده قد تكون فقدت شيء لو عملت حاجه تانية. وبتحسسك برضو ان النوعيه دي من الاعتراف بالحب، النوعيه العشوائيه واللي هي قدام الناس، هي دي اللي بتحسسك بالحب وبتحسس شريك حياتك ان انت بتقدره. ولكن عادي، مش لازم ان انت تعبر بحبك بشكل مبالغ فيه قدام الناس كلها، اللي هو يعني انا بقول للعالم كله ان انا بحب الشخص ده، وانت ممكن تكون اصلا مكفيه بينكم وبين بعض في بيتكم عادي. يعني مش لازم تطلع كل حاجه قدام الناس. حاجه تانية بقى خطيره لقوها وهي مكسب طبعا للرأسمالية، هي ان تاني اكتر عدد مشاهد موجود في البحث ده هو مشاهد المجاملات. ليه المجاملات ممكن تكون مكسب للرأسمالية؟ لان المجاملات دي يندرج تحتها حاجات كتير منها الهدايا. وطبعا الرأسمالية ما هتصدق ان انت تخلي العلاقات مبنيه على الهدايا باهظه الثمن عشان نبيع، عايزين نبيع. حاجه تانية مهمه لقوها ان مشاهد المجاملات دايما بتبقى غالبا من ولد لبنت. يعني مثلا 35 من 37 مشهد ولد بيجيب هدايا لبنت، 14 من 17 مشهد ولد بيعمل جميله في بنت، و63 من 84 مشهد الولد هو اللي بيبدا ينيشيت او يبادر في بدايه علاقه. وده بيأكد في افلام الروم كوم ان الراجل هو اللي عليه دور القياده او دور المبادره دايما. في ناس قد تختلف او تتفق مع المبدأ ده، مش مشكله، ولكن المبدأ الاخطر هو فكره ان لما بالذات بنت تتفرج كتير على افلام الروم كوم بتتوقع توقعات عاليه شويه من شريك حياتها. بمعنى ان انا شفت في الفيلم ده بوكيه ورد، هدايا كتير، الولد بيجيب هدايا باهظه الثمن، فانا بالتالي بتوقع نفس المردود ده من شريك حياتي. فبيبدا انا كمشاهد الستاندرد بتاعي يعني يعلى كده قوي ان
شريك حياتي اكيد هيجيب لي الحاجات دي، ولكن لما الحاجات دي ما تتحققش ممكن تحصل خلافات كبيره جدا، وبيبدا الناس تعلي من قيمه فكره الهدايا على انها حاجه الاهم في العلاقه، مع ان مثلا التواصل والثقه ما بين الطرفين قد تكون اهم من مجموعه هدايا. طبعا ده لا يغني عن اهميه الهدايا. نيجي بقى لمشاهد الحب اللي وردت 75 مره في فيلم راناوي برايد. بعد اسبوع واحد من معرفتهم ببعض بيعترفوا لبعض بحبهم، مش مشكله ممكن تحصل، بس الفكره كلها ان العلاقه في الافلام بتاعت الروم كوم دايما بتبدا في فتره قصيره قوي وبتدوم فتره طويله قوي، فاحنا كمشاهدين دايما بنشوف حته كده وبعدين حته قد كده. احنا بقى في العلاقه دي كلها بنشوف الحته دي بس، الحته اللي بدات فيها العلاقه، حبه اللذاذه اللي بدات فيهم العلاقه، وبعدين مش بنشوف الحاجات اللي بتحصل بعد كده. الفكره ان طريقه الحب اللي بتحصل في روم كوم دي مش شرط هي اللي تحصل معاك، عادي ان ممكن تحصل وممكن ما تحصلش. ممكن يبقى واحد يقعد فتره طويله قوي مع شخص لحد ما يحبه وبعدين تبدا العلاقه الابديه. وبرده لازم نبقى عارفين ان مش معنى انك حسيت بشويه تجلي كده مع بنت وانت قاعد معاها ده معناه خلاص اترجم الحاجات دي لحب. لا عادي، فوق كده بابا، يعني مش كل حاجه نترجمها انها حب، يعني عادي. ايه بقى انواع مشاهد تانية موجوده في افلام الروم كوم؟ مشاهد الخداع يا حبايبي. الخداع مشاهد موجوده بكثره في افلام الروم كوم وبتختلف شدتها من خداع للتاني. في فيلم مثلا زي هاو تو لوز ا جاي ان 10 دايز البطلين بيخدعوا بعض طول الفيلم عن نواياهم خلال المواعده اللي هم بيوعدوا بعض فيها. I could start by dating a guy and then drive him away, doing everything girls do wrong in relationships. I can sell myself to any woman. I'd like to see you prove that. You would. Make a woman fall in love with you. You're on. وبعد ما بتنكشف النوايا الحقيقيه بيتخانقوا وبيسيبوا بعض، وبعدين بعد شويه مجهود من الطرفين بيرجعوا لبعض تاني وبينسوا تماما كل المشاكل اللي حصلت ما بينهم والخداع ده، وبيكملوا في علاقه ابديه. انا اللي عازمك، ما يا ينفعش. بيه بقول لك انا اللي عازمك، مالك في ايه؟ هتعزميني فين؟ بيبو بشير. وفيلم زي بيبو وبشير الاتنين عايشين في شقة واحدة وبيخدعوا بعض، ولكن لما بتنكشف الحقيقة بيتعاركوا ويعملوا مشكلة كبيرة وكل ده، وفي الآخر بينسوا المشكلة ويكملوا مع بعض. هي المواقف دي لذيذة في الفيلم وكل حاجة، بس وبتولد كوميديا تمام، ولكن في الحقيقة لو جيت تطبق ده مش هتلاقي غير يعني شرشحة وتحديف شباشب على بعض. أسوأ رسالة بتقدمها أفلام الروم كوم هي فكرة التسامح مع الخداع في سبيل إن احنا نعيش حياة عاطفية أبدية. والمشكلة إن الأفلام بتجيب التسامح ده سهل جدا، مش بتجيب إن الشخص اللي تم خداعه ده مأذي بشكل كبير أو إن هو أخد وقت طويل عشان يتخطى هذه المشكلة. مش بنشوف الجوانب النفسية بتاعته وهو بيحاول يعدي المشكلة دي وينساها، ومش بنشوف بعد كده مدى تأثير المشكلة دي والخداع ده على علاقتهم الأبدية اللي احنا شفناها في الفيلم. مشكلة كمان من مشاكل أفلام الروم كوم هي مبدأ كده، وهو مبدأ إن القدر كاتب لنا نكون مع بعض. أنا مش بكفر يا جماعة، بس تعالوا أشرح لكم اللي أنا قصدي عليه. في فيلم مثلا زي سيرنديبيتي بطلين الفيلم كانوا أصلا مخطوبين، ولكن أول مرة شافوا فيها بعض قالوا بس هو ده الشخص، أنا قدري مع الشخص ده، مع إنهم أصلا مخطوبين. They met by chance. I'm sorry. He fell in love at first sight. ودعوا بعض، ما شافوش بعض لمدة 3 سنين، ولكن في جواهم حاسين إن هو ده كان الشخص المناسب. Now, 10 years. And 2 engagements later. وقبل ما الخطوبات دي تتحول لزواج بيفركشوا ويرتبطوا ببعض وتنتهي نهاية سعيدة، يعني قمة في العبث. طبعا ده بالنسبة لي يعني مش روم كوم، دي سفالة وقلة أدب. يعني ما ينفعش واحدة مخطوبة وواحد مخطوب سابوا بعض عشان يرتبطوا ببعض. وبعدين في فيلم سيرنديبيتي مثلا جاب لك عشان الاتنين حاولوا يشتروا نفس البير اوف جلوفز من محل واحد، فالاتنين من هنا انت بتبدأ تدرك ان هم هيحبوا بعض. يعني على اساس ايه وبأي منطق ان الاتنين حبوا نفس الجلوفز؟ اذا سيولد هذا علاقة حب سعيدة أبدية. ايه يا جماعة ده؟ من الافكار برضو اللي بتناقشها افلام الروم كوم هي فكرة السول ميت، ذا وان، الشخص اللي انا لما هشوفه هينزل عليا الالهام كده واقول ان هو ده الشخص اللي انا مستنيه من زمان. فانت لما تتفرج على افلام الروم كوم كتير بقى بتبدا تحس ان انت عشان تحب حد لازم تحس نفس الاحساس ده قبل ما تحبه. يعني لو انت ما شفت الشخص واول ما شفته وقلت هو ده وهي دي وهم دول، هتحس ان انت لا ما ينفعنيش، مع ان اكيد مش لازم تحب بالطريقه دي. الفكره دي برضو بتوصل لك كده ان انت اول ما تشوف الشخص خلاص هتولفوا على بعض، الدنيا هتبقى تمام، مفيش اي مشاكل، مع ان العلاقات بتحتاج مجهود كبير جدا واكيد في اختلافات واكيد في مشاكل، فالحاجات دي كده هتقعدوا مع بعض تحلوها وتظبطوها. انما فكره ان السول ميت جه خلاص مش مختلفين مع بعض احنا هنعيش حياه ابديه سعيده، مش موجوده يا جماعه. فكره انك تلاقي شخص بالطريقه دي موجود، قد يكون نادر ولكن مش ضروري ومش شرط يحصل. انت عارف ان في البحث ده لقوا 73 مشهد في افلام الروم كوم دي
مشاهد خناق. ايه المشكله في كده؟ المشكله ان 43 مشهد من ال 73 دول لما الخناقه والعركه دي بتنتهي معاها العلاقه، وده بيوصل لك فكره كمشاهد ان دايما الجدل والعراك بين الكابل بيولد نهايه العلاقه، مع ان الخناق والجدل جزء لا يتجزأ من العلاقات. بل الناس اللي في علاقه وما بتتعاركش غالبا علاقتهم غير صحيه، يعني اتعاركوا واتكلموا مع بعض احسن ما تفضلوا ساكتين. في نوعيه تانية من افلام الروم كوم دايما بتصور العلاقه قبل الجواز انها لذيذه وكيوت والدنيا حلوه، لكن اول ما بيحصل الجواز كل حاجه بتختفي بقى، مفيش حب. زي مثلا فيلم ذا هارت بريك كده. والنوعيه دي من الافلام للاسف بتوصل لك فكره ان الجواز مش جذاب كفايه، يعني بينفرك منه، لان ما قبله المواعده والعلاقه اللي قبله والمصاحبه دايما بتكون ألذ من الجواز، وده مش شرط يكون حقيقي خالص. خلصنا البحث الاولاني، نخش بقى في بحث تاني. نفس الباحثين عملوا تجربه تانية، قسموا طلبه عندهم لمجموعتين. مجموعه فرجوهم على فيلم سيرنديبيتي اللي اتكلمنا عنه، وهو احد الافلام اللي بتاكد على فكره السول ميت واللي مكتوب لنا ومتقدر لنا والكلام اللي اتكلمنا عنه ده. والمجموعه الثانيه فرجوها على فيلم ذا ستريت ستوري، وده فيلم درامي بيتكلم عن علاقات المراهقين ومفيش اي علاقه فيهم علاقه رومانسيه. بعد ما المجموعتين شافوا الفيلمين اخدوا سيرفي واسئله كده يجاوبوا عليها. النتائج اكدت ان المجموعه اللي شافت فيلم سيرنديبيتي كانت بتوافق جدا فكره السول ميت والقدر واللي مكتوب لنا والحب القدري والمصيري والافكار دي كلها بتاعه الروم كوم. والدراسه دي بتاكد لنا قد ايه الموضوع ممكن يكون بيأثر عليك من غير ما انت تبقى حاسس، من غير ما انت تبقى مدرك. من كتر الفرجه على افلام الروم كوم بتبدا معتقداتك اصلا تتغير. مش بس افلام الروم كوم بتعيشنا في العسل، ده احنا طلعنا عايشين في العسل من زمان، من واحنا صغيرين وبنتفرج على ديزني. في دراسه اتعملت على 26 فيلم من افلام ديزني، لقوا فيها ان معظم قصص الحب هي قصص حب من اول نظره. نص الافلام دي صورت الشخصيات انها بتقع في الحب في دقائق معدوده وبعدين بتتجوز وبتعيش في حياه ابديه سعيده، زي فيلم سندريلا مثلا. يعني غالبا معظم افلام ديزني فيها سنس الروم كوم ده، الا غالبا الافلام اللي معموله مع بيكسار. الروم كوم من اقوى واهم انواع الميديا والمسلسلات والافلام المنتشره في وقتنا الحالي، بالرغم من انها بتنقل احيانا صور مغلوطه وخاطئه عن علاقات الحب، الا انها ما زالت بتنتشر وبتتشاف بشكل غزير. طب ليه ده بيحصل؟ لانها بتدينا مهرب ومخرج من العلاقات الحقيقيه المعقده والصعبه في حياتنا الواقعيه من خلال رساله بسيطه جدا، وهي ان الحب بسيط وكوميدي. هل انا بقول لك ما تشوفش الروم كوم؟ خالص، اكيد مش بقول كده، بس انا بقول انها افلام ليها تأثير كبير جدا علينا سواء بارادتنا او من غيرها. واحيانا الافلام دي بتعرض افكار حلوه ونماذج لذيذه عن العلاقات. في الاول والاخر هي افلام هدفها الاساسي معموله عشان الترفيه، ويمكن اللي عملوه اصلا مش عارفين مدى تأثيرها ده اللي بيحصل علينا. بس في زمن 50% من الجوازات الأولى بينتهي بطلاق، لازم الواحد ياخد باله هو بيعبي ايه في دماغه، عشان بدل ما انت او انتي متخيلين نفسكم عايشين في لاف ستوري، هتلاقي نفسكم بعد الشر يعني عايشين في فيلم ماريج ستوري. I think about being married to you and that woman is a stranger to me. I mean, we had a child's marriage. لو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لنا لايك وسبسكرايب وشير للحلقة لو عجبتكم، واشوفكم الحلقة الجاية. وبكده بتنتهي سلسلة افلام الروم كوم.